احتقان شديد لا يصعب ملاحظته في كل أنحاء نجع حمادي، في انتظار لما ستسفر عنه تحقيقات النيابة وما سيتخذ من إجراءات بناء عليها في تلك الجريمة التي روعت مصر بأكملها. كريم الشيخ، 10 مساء. 2010 هل علينا برياح سيئة للغاية. خلينا أقول إنه المشهد المؤسف جدا اللي حصل في نجع حمادي والجريمة البشعة اللي صعب إن نلاقي لها مبررات حتى وإن كانت جريمة شرف في الخلفية. الشيء الحق والصحيح جدا الذي حدث أو أصح شيء حدث في هذه الحادثة هو ظهور النائب العام شخصيا في نيابة نجع حمادي. توجه النائب العام المصري من فوره إلى نجع حمادي وتوجه إلى النيابة وحضر بعض التحقيقات، وكانت لنا فرصة نادرة في سؤاله وسماع تعليقه، فهو لا يتعامل مع الإعلام على الإطلاق. الحادث في الخطوط الرئيسية بتاعته ان هناك اطلاق اعيرة نارية عشوائية على بعض الاهالي مساء امس ادى الى وفاة 7 اشخاص واصابة 9. قد يكون لهذا الحادث دون ان نستبق الحوادث على علاقة بالحادث فرشوط، وهو اعتداء احد الأشخاص المسيحيين على طفلة مسلمة. مقدم هذا الشخص لمحكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب في تاريخ 17 يناير إن شاء الله القادم. ترتب على هذا الحادث الأساسي اللي هو حادث فرشوط عدة حوادث تجمهر، كان آخرها الحادث اللي حصل مساء أمس. كل الإجراءات سيتم اتخاذها إن شاء الله حماية لحق الضحايا وحماية لحقوق المجني عليهم، وأيضا في ذات الوقت التعامل مع المتهمين حين يتم ضبطهم وفقا لما تقضي به نصوص قانون الإجراءات الجنائية. بنحمي المتهمين كما أيضا يتوافر بنحمي المجني عليهم، كما أيضا يتوافر للمتهمين جميع وسائل الدفاع عن أنفسهم. ليه كنا بنقول انه دي من اصح شيء حصل على الاطلاق؟ ربما لانه مثل هذه الزيارة تحاول ان او من الممكن ان نقرأها على انها اعلاء لدولة القانون، ولو ان هذا الاعلاء للقانون موجود من البداية الى النهاية وفي كل لحظة لما تعثرنا من حين الى اخر في مثل هذه الأحداث. معانا على الهواء ومع حضراتكم أولا أستاذ رأفت سمير حبيب آت توا من نجع حمادي من منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان في الصعيد. أهلا بحضرتك أستاذ رأفت. أهلا مرحبا بك. معانا كمان حضرة القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير، مدرس اللاهوت الدفاعي وتاريخ العقيدة وكاهن كنيسة العذراء بمسترد. أهلا بحضرتك. أهلا بك. حضرة القمص. معانا أيضا أحد أبناء نجع حمادي السيناريست محمد صفاء عامر. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. ممكن أبتدي بحضرتك أستاذ رأفت، أنتوا جمعية حقوقية، المفروض جزء من واجباتكم هو رصد ما حدث. طبعا هو كان شاغلنا الشاغل رصد ما حدث خاصة في الأحداث الأخيرة، وكنت عاوز أوضح بالتفصيل كده إيه اللي حصل، لأن أنا كنت شاهد عيان في الأحداث بتاعة فرشوط أولا وبعد كده الأحداث نجع حمادي المترتبة على تلك الأحداث السابقة. فطبعا في 22/11 كان تم الاعتداء على القمص بنيامين والشماس في الطريق العام. كان بناء على أثر اعتداء أو تعدي شاب مسيحي على فتاة 12 سنة
وتقريبا هم كانت دلوقتي حادثة اغتصاب. كان اغتصاب، وتقريبا محدد لهم جلسه. وطبعا احنا بالنسبه لنا المتهم بريء حتى تثبت ادانته. طبعا هو مقدم للعداله، وطالما هو مقدم للعداله ما كانش فيه واضح الصوره دي اللي هي ممكن تحصل للاحداث الطائفيه التي حدثت للاقباط بفرشوط اولا. هم تعدوا على كاهن في الطريق العام وقطعوا الطريق العام. الأسر المسلمة اللي بنتهم اللي هم دول اللي بنتهم تعرضت لجريمة اغتصاب، دول من قرية اسمها الكوم الأحمر بجوار فرشوط. قرية الكوم الأحمر ده تهجروا المسيحيين منها 163 فرد بما يعادل 15 أسرة، تم تهجيرهم حتى هذه اللحظة لم يرجعوا ديارهم. وتم اعتقال 2 من الأقباط بسبب الدفاع عن نفسهم في تلك الأحداث التي حدثت في فرشوط. يعني بعد حادثة الاغتصاب حصل حالة ثورة كبيرة جدا في الأسر المسلمة الأول، أهل البنت فتعدوا على أسر مسيحية. وحصل انتهاكات. وبالتالي أول قبل الأحداث هجروا 163 فرد من الكوم الأحمر خارج بيوتهم، وتم سلب ونهب وممتلكاتهم. ده من أسرة الشاب المغتصب، من أسرة الشاب اللي هو متهم. كان تهجير 163 فرد حتى الآن ما رجعوش، موجودين عند ذويهم وعند أقاربهم، وتم سلب ونهب ممتلكاتهم حتى الآن لم يرجعوا. واللي عرفناه في نوفمبر إنه الأمن كان متواجد، وإنه حصل نوع من الارتباك الشديد في البداية، إنما تم إسكات الأمور. للأسف الشديد الأمن ما كانش عامل حسابه لتلك الأحداث، لأن سبقت الأحداث 3 أيام اللي هو تهجير تحسبا، لأن هم المسيحيين دول يطلعوا عليهم المسلمين مجهزين بالسلاح ويضربوهم، فطبعا خوفا عليهم نقلوهم إلى خارج الأماكن وخارج البلد. تمام. بعدها بيومين أو 3 أيام كان بس الكل كان بيتعامل معاها على أنها جريمة اغتصاب وجريمة شرف، خلت فيه عداء ما بين الأسر دي والأسر دي. هو أنا عايز أوضح حتى إن الولد اللي اغتصب البنت ده على علاقة، وبيدخل البيت ومع أبوها، هو صاحب تروسيكل وبيبيع خضار، وأبوها صاحب تروسيكل وعلى علاقة يعني ففي علاقة أسرية. هو بيقولوا إن هو كان موديها المدرسة فاغتصبها في الزراعات. فبالتالي حدثت تلك اللحظة. حب الأمن يحتويها ومع الكنيسة، وطبعا تحول الموضوع إلى النيابة العامة. وبالتالي يوم ما كان هيتعرض على النيابة العامة حصل هياج ومياج، وطلعوا الشبان اللي هم المعهد الأزهري، وتم تجميعهم جميع حوالي 3000 قدام قسم شرطة نجا حمادي. ومن هنا ابتدت الشرارة. لكن الأمن ما احتواش. ليه بنقول الأمن ما احتواش أي حاجة؟ لأنه كان عارف إن في خلافات هتحصل، رغم عن كده ما عملش الدواعي الأمنية واستدعاء قوات أمن كافية للسيطرة على الأحداث. للأسف الشديد كان كل المسيحيين أمرهم الأمن أن يقفلوا محلاتهم ويطلعوا إلى منازلهم، ومنعهم من خروج نهائي. حتى كان في شباب حاجة أشبه بحظر التجول يعني. حتى كان في شباب مسيحيين موجودين في الكنيسة، الأمن قوات الأمن ضربت عليهم قنابل مثيرة للدموع ومنعتهم من خروج من الأماكن للدفاع عن ممتلكاتهم. حتى الكنيسة حاولت ألا توسع المسألة وتحتويها زي ما حضرتك في الأول وافقت الدولة على حتى على ترحيل ال 163 مؤقتا لتهدئة الأمور. ولكن الكنيسة برضو لغاية دلوقتي ما قدرتش ترجع الناس دي إلى أماكنها. فطبعا بعد الأحداث بقت تتوالى من مكان لمكان. هل كان حد متوقع يعني أبناء نجا حمادي من الأقباط، وإحنا الحقيقة هنفتح التليفونات، تليفونات يمكن يكون فيها تعليق أو سرد للتفاصيل، إنما بالتأكيد لا نرغب أن يكون فيها إلهاب لجروح قد تصبح جروح دامية. ده رجاء للمشاهد اللي هيتواصل معنا بحرية.